اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واجمل اخوات في الدنيا. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يوم جديد بفيديو جديد بنشاط وحيوية جداد وروتين جديد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. النهارده روتين بسيط كده، وفي اخر الفيديو في حاجة حلوة كده هنعملها مع بعض. بس قبل ما نروح للفيديو بقى ونشوف تفاصيله، لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفي قناتي. اتمنى ان انتي تشرفينا وتنورينا في عيلتنا الصغيرة. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، ان احنا بدأنا الروتين بتاعنا النهاردة من غرفة النوم بتاعة الولاد، او غرفة النوم بتاعة البنات. يعني دي غرفة نوم بناتي، فهم نزلوا على مدرستهم كده، وانا طبعا طالعه لكم كده بالازاز بتاعي مكان ما بينزلوا، يعني واقف لهم في الشباك، فببقى لابسه الازاز اللي انتوا شايفينه ده. فكسلت بصراحه ان انا اغير، فقلت يلا اطلع لكم بيه وامر الى الله عشان تشوفوا ستايل الازاز بتاعي ده. المهم ده مش موضوعنا يعني، بس حبيت ان انا اعرفكم ان ده ازاز يعني عادي يعني. بس زي اي ام مصرية ممكن ان هي تكسل ان هي تغير هدومها كده، وممكن تقضي يومها باي حاجة موجودة عندها. فانا استسهلت وتنتني بالازاز اللي انتوا شايفينه ده. الاول بدأت كده ان انا افتح الشباك بتاعي عشان ادخل بقى الشمس والهواء للأوضة كده. وبعدين بدأت ان انا امسك بقى السراير بتاعتهم، انفضها، انفض الدفايات اللي انا فرشاها على السرير، وانفض السرير، وكمان ان انا المعه. وبعد كده بمسك بقى ايه الدفايات بتاعتي، ارجعها مكانها، وابدا ان انا ارجع الاوضه طبعا مكانها. طبعا اليوم اللي الولاد بيطلوا فيه في المدرسه، او اليوم اللي هم مثلا الخميس والجمعه، ده بتبقى الاوضه طبعا متكركبه مكانهم يعني، ومش بعرف اروقها ترويقه حلوه غير لما بيكونوا مثلا في المدرسه. فهم نزلوا على مدرستهم، واحنا نبدأ النشاط والحيوية بتوعنا على طول، ونستعد نشاطنا كده بحيث ان هم قبل ما يرجعوا نكون احنا مخلصين البيت بقى ايه من كل حاجة. يعني نروق وننظف ونعمل اي حاجة، ونخلص اللي ورانا كله قبل ما هم يرجعوا، علشان خاطر يرجعوا من المدرسة بقى يلاقونا محضرين لهم طبعا الغدا، وكمان ان احنا نكتب كمية الواجبات. وكمان إن لو في حفظ او اي حاجة بنبدأ ان احنا نقعد معاهم. طبعا ربنا يكون في عونهم. المناهج صعبة جدا، وكمان كتيرة جدا، وفيها تفاصيل كتيرة، فربنا يكون في عونهم بصراحة. المهم بقى ان احنا نضفنا السراير كده، وهنمسك الكومودينو بتاعنا كمان كده نرطب عليه، ونشيل الحاجات اللي عليه، ونشيل المفرش اللي عليه. لقيته يعني متطرب كده ومتلحوس، فقلت يلا بقى اما اغيره بالمرة. وكل حاجة هلاقيها مش حلوة النهاردة في الغرفة عايزة تتغسل كده هشيلها. هشيل كمان المفرش بتاع المكتب، وهشيل المفارش بتاعت اللي انا حطاها على المكتب، وهجيب مفارش نظيفة، ونرجع ننظم الأوضة زي ما كانت. انا هنا بقى رحت اجيب مفارش نظيفة عشان نفرشها مع بعض. اكيد طبعا نعمل الخطوات ديت كل يوم، هنلاقي الشقة بتاعتنا او هنلاقي الغرف بتاعتنا نظيفة طبعا. مش هتاخد مننا ما نيجي نروقها يعني، او نشيل بقى مثلا سجاد وننفضها تنفيضة حلوة، مش هتلاقيها متسخة معاكي قوي. وكمان هتريحك لما بتيجي تروقيها تاني، تحسي براحة نفسية كده، والأوضة كده يعني نظيفة، والولاد قاعدين في جو هادي كده ومفيهوش تراب. وكمان لو بالذات عندك طفل مثلا عنده حساسية، انا عندي بنتي عندها حساسية على صدرها، فاي ذرة تراب بتبقى موجودة في الشقة بتشمها، فبتقوم عليها صدرها. يعني ربنا يشفيها يا رب، ويشفي كل الاطفال اللي هم مرضى الحساسية بتاعة الصدر. دي حاجة فعلا متعبة، فما ينفعش ان انا اسيب الاوضه بتاعتها بالذات، او المكان اللي هي بتقعد فيه بالذات في اي ذره تراب. فالمهم بقى شفت بقى انا كنت بعمل ايه في المكتب. انا جات لي فكره كده وانا شايله القطعه اللي على المكتب دي، ان انا اعلقها فوق كده. قولوا لي بقى رايكم، اشيلها من على المكتب خالص ان هي توسع معايا، او توسع معاهم مكان على المكتب ان هم مثلا يحطوا فيها كتب او كده، واعلقها، ولا كده شكلها احسن واريح على المكتب؟ فانا مرضتش اخد الخطوه دي الا لما تقولوا لي رايكم طبعا في كومنتات، انهم اللي هيبقى احسن وانهم اللي هيبقى راحه.
طبعا انتوا رأيكم يهمني، يمكن انا اكون شايفة حاجة انتوا مش شايفينها، او انتوا شايفين حاجة انا مش عارفاها، فبناخد وندي مع بعض كده، وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، اعلقها ولا ما تعلقهاش يا نهى. تمام كده. طبعا المكوة دي انا سايباها هنا علشان طبعا كل يوم في غسيل وكل يوم في كوي. هنكوي مع بعض دلوقتي في الفيديو وهوريكم هنعمل ايه مع بعض، ما تستعجلوش. طبعا زي ما لمعت السراير والمكتب، لازم طبعا ان انا المع الدولاب، عشان في ناس كده كتير كده دخلت في الكومنتات تقول لي احنا بنشوفك على طول بتلمعي السرير وتلمعي المكتب، وما بنشوفش الجزء التاني من الاوضه ما بيتلمعش، انت بتلمعيهم بس كده وخلاص. والله يا جماعه بلمع الاوضه، بس بحاول ان انا اختصر لكم في الفيديوهات، علشان في ناس بتقول مده الفيديو بتبقى كبيره. في ناس طبعا معاها باقة فما بتقدرش على مدة الفيديوهات، فانا بحاول ان انا احسم الموضوع بان انا اسرع شوية في الفيديو، بحيث ان هو يوصل لكم يعني بحاول كمان ان انا اجيب لكم اليوم اللي انا قضيته طول النهار، اللي انا عملته طول النهار، بحيث ان احنا ناخد مثلا نعيش مع بعض اليوم، وناخد مثلا فكرة انا بعمل ايه، ان ايه الاولويات بتاعتي النهاردة. يمكن انت مش واخدة بالك من حاجة زي كده ان انت تعمليها، او تفصيلة معينة انت مش واخدة بالك ان انت تعمليها فتعمليها. ف كنت بحاول ان انا اقصر الموضوع بتاع الفيديو شوية واسرع فيه. في رجعت ناس تانية تقول لي لا يا نهى ما تسرعيش الفيديو، احنا مش بنلحق نشوف الحاجة اللي انت بتعمليها، اختصري في الفيديو شوية، مدة الفيديو كبيرة. فانتوا بصراحة حيرتوني. فالمهم الفيديو ده بقى انا عشت معاكم اليوم كله بتفاصيله، فاعذروا بقى، لو اعذروا يعني الفيديو النهاردة لو طول مننا شوية. وحبيت اعرف الناس ان انا لما بلمع الاوضه او بدخل اوضه، يعني لازم اطلع منها تكون خلصانه، حتى لو هدوم هتتلم زي ما انتوا شفتوا معايا وهدوم هتتنشر، ادخل الاوضه دي اخلص كل الحاجات اللي موجوده فيها. صحيح ما طبقتش الهدوم، فبسيب الهدوم مثلا ديت اكون في فتره برتاح فيها، مثلا بكون خلصت الشقة كلها وخلاص معلقة مثلا على الاكل، في فترة كده بسيب الاكل بتاعك يستوي او الحاجة تستبك، فبروح ان انا اطبق مثلا هدومي او اكويها. يعني مش كله ضرب كده، في حبة راحة كده، فبقعد كده واطبق الهدوم بتاعتي. المهم انا خلصت الاوضه اللي هناك بكل حاجه فيها، بسيبها يدوبك على الكنس، بكنس بقى طبعا بالمكنسه، لو هشيل السجاد بشيله وامسح يعني اشيل الفرش والمع يعني وانفض وامسح. ولو الاوضه بتاعتي نظيفه بكنسها بالمكنسه، وطبعا بلمع الحتت الفاضيه كده بمعطر يغير لي مود الاوضه ويغير لي ريحتها. خلصت الاوضه اللي هناك، ابدا بقى اخش على الاوضه التانية، برضو نفس النظام، ببدا افتح الشبابيك، لو لقيت السلك بتاع الاوضه متطرب بنفضه عشان ما يتكومش معايا اكتر وينزل تراب على السجاد ويبهدل لي طبعا السجاده. احنا اليومين دول داخلين على جو شتاء وجو ساقع، مش عايزين السجاد يتسخ خالص. ف علشان انا عندي بلكونات والولاد ما يخشوش ويطلعوا من البلكونه تكون متسخه، فبحاول ان انا انفض الشبابيك وامسح البلكونات عشان ما حدش يوسخ لي السجاده. ما عنديش استعداد ان انا اغسل سجاد في الوقت الحالي. تمام كده. فحتى شوفي شايفين ابسط حاجه ان انا بفتح الدرج بحط فيه حاجه بلاقي ورق او كراتين او اي حاجه بيحطوها في اي حاجه، مع اني والله بزعق لهم جدا كم مره اقول لهم ما تحطوش اي حاجه ملهاش لازمه في قلب الدراج او سيبوها في قلب الاوضه، بس طبعا هم اطفال وربنا يهديهم، مش هقول اكتر من كده. ابدا بقى ان انا لمع كل الحاجه اللي موجوده معايا في الاوضه، وكمان اشوف ايه اللي محطوط عندي زياده واشيله، واللي هم مكركبينه طبعا واشيله. نيجي بقى لهنا، ان كل مره يا نهى تشيل الازازه دي وترجعها مكانها. بصراحه يا جماعه هنا كان في ارفف وكان في شاشه صغيره كانت محطوطه هنا في الاوضه دي، وكنت انا حولت الاوضه، جيت فتره كده حولت الاوضه دي من الاوضه دي، وشلت صالون من هنا والركنه من هنا والكلام ده. فكنت شلت الشاشه من هنا، بس هرجعها تاني ان شاء الله مكانها، وارجع الارفف دي مكانها، او اغير الارفف دي خالص بالديكورات الخشبيه اللي موجوده اليومين دول بقى. موجود منها كتير جدا على الجروبات على الفيسبوك، فعجبتني بصراحه، فقلت اما ارجع الشاشه هبدا ان انا اجيب الارفف الخشبيه دي بدل الازاز، وخوفي ان
مثلا حد من الولاد يجيب حاجه من عليها وتقع تنكسر. خلصنا الاوضه اللي هناك، فضلش برضو قال كنسب المكنسه وتلميعها، فبسيبهم بعملهم كلهم مره واحده عشان ما ياخدوش معايا وقت او ياخدوا معايا مجهود. هنا بقى ادخل اوضه الصالون دي، طبعا محدش بيدخلها الا لو جالي نظيف، او ممكن ابص من الشباك للولاد وهم الصبح نازلين من المدرسه، فما حدش بيدخلها كتير، فممكن ما لمعهاش يوم او يومين، بس برجع في يوم كده وانا واخده الشقه كلها مره واحده كده زي ما انتم شايفين كده. بقى بلمع المجرى بتاعه الشباك الالمونتان، عشان اما بيتسخ او بيتملى تراب بيعذبني جامد وباخد فيه وقت طويل، يعني تنفيض بقى وتلميع كده. فبجيب بقى الفوطه اللي انا بلمع بيها واروح ملمعاه ومنفضاه كده، بيفضل معايا نضيف. وكمان لما بلاقيه مثلا حبة هوا جم كتير كده وجايبين لي تراب، بجيب المكنسة كده واشد التراب اللي موجود كده بالمكنسة. بس المرة دي مش مستاهل يعني انا اجيب مكنسة وانفض والمع وكده بالفوطة. مسحتهم مسحة خفيفة كده، وامسك بقى الكراسي بتاعتي ان انا انفضها. ومكان طبعا الهوا بيدخل اي برضو نسمة هوا بتدخل معاها ذرة تراب كده بسيطة، فهبدأ بقى ان انا انفض الصالون بتاعي والمخدات. وهفتح بقى الشباك، هسيب السلك مفتوح واشد الستاره بحيث برضو ما يدخليش معايا برضو حبه تراب. التراب ده عامل لي ازمه جدا 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 يا جماعه. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا عندي طفله مرضى حساسيه، فما ينفعش ان انا يبقى عندي تراب خالص خالص في قلب الشقه. فبحاول على قد ما اقدر ان انا ما يبقاش عندي ذره تراب موجوده في قلب الشقه، بالذات اليومين دول جو هوا وبيحدف شويه تراب كده، فالموضوع بالنسبه لي صعب. هنا بقى كنت بلعب وبهزر معاكم طبعا، نفرفش كده في وسط الفيديو. الدبدوبين دول بقى بحبهم جدا، لان هم من اول ما اتجوزت اخويا اللي يعني اللي كان جايبهم لي، فانا كنت بحبهم جدا وما زلت بحبهم جدا، وما كنتش بخلي ولادي خالص يلعبوا بيهم، وعلى طول حطاهم في الاوضه دي كديكور كده بس مش اكتر. وهم يعني حتى انا كمان كنت مسمياهم اسم، يعني الابيض ده او هو لون اوفات مش ابيض، مسمياه عباس، والبامبا ده مسمياه ايناس. يعني عندي عباس وايناس، والدبدوب الصغنن التاني دي عروسه بتاعت بنتي، فقالت لي حطها مع الدباديب بتاعتك، فما زعلتهاش وسبتها على الكرسي كده. وطبعا ما بيحبوا ان هم يلعبوا بيها، طبعا بيجيبوهم ويلعبوا بيهم، بس اقول لهم رجعوا الحاجه مكانها تاني، او هم سابوها انا برجعها تاني. فيلا قلت بقى ايه، اشيل عباس من جنب ايناس كده، ونحط كل واحد في يمه كده، نغير حتى من شكلهم وقعدتهم جنب بعض كده عشان ما يزهقوش هم كمان. طبعا لمعت الاوضه كلها وكل حاجه موجوده فيها، وبرده هنكنسها بالمكنسه ونلمع التلميعه المحترمه بتاعتنا قبل ما اخش على المطبخ. يعني انا هنا كنت كمان كنست بالمكنسه، بس انا كنست طبعا وكنت مصوراه، بس ما حبيتش، لقيت الفيديو طويل جدا فما حبيتش ان انا اطول عليكم اكتر من كده، فشلت المقطع اللي انا كنت بكنس بيه وبلمع بيه الحتت اللي هي تحت بقى الكراسي، الحتت الفاضيه اللي حوالين السجاد، اشيل اتني السجاده كده وامسح تحتيها، اغير ريحه الشقه من التراب. وطبعا والشقه متهويه، ويعني خلص اهوي الشقه والمع، اقفل بقى الشقه عشان تفضل فيها ريحتها الحلوه، وكمان ما يدخلش الدبان ولا يدخل تراب. بعد الظهر خلاص بيبقى الموضوع الجو بدأ ان هو يعفر كده، انما الصبحيه دي ما بيبقاش فيها عفره قوي، بيبقى لسه الندى نازل على الترابه كده، فما بيعملش معاك. والاصح يعني ان ان الشمس تدخل الساعتين بتوع الصبح، بعد كده ملهاش اي لازمه. تمام كده. ندخل بقى على المطبخ بتاعنا كده ونشوف هنعمل ايه النهارده. المطبخ نضيف زي الفل، كنت سايباه نضيف من امبارح، يعني ما كانش فيه الا كام الحاجه اللي انا كنت مكان بيضه كنت سلقاها مثلا للولاد وخدوها سندوتشات، حتى ما رضوش يفطروا قبل ما ينزلوا لبن ولا اي حاجه. فكنت سلقه لهم النهارده بيض يعني كده وعملها لهم في اللانش بوكس، فده الحله اللي مكانهم، وكام طبق كده موجودين ده لابد ولازم منهم. فغسلناهم كده وغسلنا الحوض بتاعنا ونضفنا بقى الرخامات بتاعتنا. والله انا منضفاها من امبارح، يعني مش مستاهله ان انا
اوريكم ان انا لمعتها تلميعه كده على السريع. وهنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. الحاجه الحلوه، ايوه الحاجه الحلوه اللي انتوا شايفينها معايا دي. كتير منكم طلبوا ان انا اعمل وصفات للبطاطا. كنت رايحه اجيب بطاطا، فبصراحة لقيت القرع غواني كده. القرع العسلي طبعا انتوا عارفينه، او اليقطين زي ما كل بلد بتقول عليه. في ناس يعني اللي بره مصر، حبايبنا اللي بره مصر، بيقولوا عليه اليقطين. احنا في مصر نقول عليه قرع عسل عادي، يعني قرع العسل. فلقيته كده شكلها غوتني، فقلت لجوزي استنى، كنا ماشيين بالعربية كده، فقلت له استنى انا عايزة اجيب واحدة قرع عسل كده. ولادي طبعا مش بياكلوه، انا وجوزي بس اخواتي بيحبوه، فانا جبتها كبيرة كده شوية، فهعمل لكل حد فينا ايه كده صينية، اخويا صينية واختي صينية، وهسيب التالتة ديت ليا يعني انا وجوزي. فجبت القرعايه بقى كده غوتني زي ما قلت لكم، فجبتها بقى ورحت ماسكاها مقشراها. طبعا تقشيرها صعب جدا لانها ناشفه قوي، فبقطعها كده وسلخ صغيره كده زي ما انتم شايفين، وابدا ان انا اقطعها بسكينه حاميه. والله يعني انا السكينه دي كانت حاميه، كانت اول مره تطلع. جيت اعمل بسكينه عاديه لقيتها مش راضيه تمشي فيها خالص، يعني السكينه التانية ما كانتش راضيه تمشي فيها. فانا افتكرت ان انا عندي سكينه كده كانت لسه حاميه يعني ما استخدمتهاش، فرحت مطلعاها وبدات ان انا استخدمها واقشرها، وجبت سكينه تانية كده اجرد اللب اللي فيها كده واطلع كل الخيوط اللي بتبقى موجوده فيها او قلبها بمعنى اصح. وبعد كده بقى ابدا اقطعها مكعبات بقى كبيره صغيره كده كده، هنسيبها تتسلق على النار وتبقى معانا كده عامله زي البطاطا بقى. ننزل بقى السكر بتاعها والعسل بتاعها ونبدا نعملها مع بعض طواجن كده في الفرن. زي ما انتم شايفين كده بقى اقطعها بشكل عشوائي خالص، واطلع اللب اللي فيها كله وقلبها كله. وهبدأ بقى اخد الحاجة بتاعتي دي واروح على الحوض، ابدأ اديها شطفة كمان. انا شطفها طبعا قبل ما امسكها خالص، عشان لو عليها تراب من بره ما يدخلش معايا في قلب اليقطين بتاعي او في القرعاية بتاعتي. طبعا هديها برضو غسلة محترمة كده، وفي اي حاجة فيها بشيلها وابدأ اصفيها. ايوه صفيها بقى كده. وبعد كده بقى هحط عليها حوالي كوباية من المية، مش هحط كتير، وانا عايزاها مستوي، فانا لازم عشان اخليه مستوي، طبعا هو بينزل ميته، فعشان انا عايزاه يبقى مستوي قوي هحط حوالي كوبايتين مية كبار كده، وهحط عليهم حوالي كوبايتين من السكر. العلبة دي بتاخد حوالي كيلو الا ربع سكر، فانا حطيت اكتر من نصها، يعني حوالي كوبايتين كده سكر، عشان ايه يبقى مسكر معايا، لاني مش هحط سكر تاني غير في البشاميل معلقه او اتنين. تمام كده عما هي تستوي بقى، كنت زي ما قلت لكم همسك بقى الغسيل بتاعي ان انا اطبقه. اللي بيدخل الدولاب عادي يطبق، واللي مش هيدخل الدولاب وعايز ينكوي هدوم المدرسه بتاعت الولاد، الهدوم الخروج اللي هم بيروحوا بيها الدروس، فبمسكها كده بالمكوى بمشي عليها. طبعا كوينه طبعا عمره ما هيبقى زي المكواجي، بس مجرد ان انت بتمشي على الحاجه كده في وقتها، مجرد يعني ما بتجيبيها من على الحبل بتبقى سهله معاكي في الفرد وفي الكوي. باخدهم بقى كده على طول اكويهم كده، واحاول ان انا اطبقهم كده زي المكواجي، يعني اشتغل مكواجي. يعني بنشتغل طول النهار في قلب البيت، هنيجي بقى على الكوي ونقول له لا، فيلا بقى نكوي كده الهدوم بتاعه الولاد ونشيلها نظيفه، بحيث حد منهم جاه هدومه متسخه او اي حاجه طبعا يقدر ان هو يغيرها، ويكون الموضوع معاكي سهل، ما تقعديش تكوي الصبح وتلاقي هدومه مكرمشه كده. والهدوم ما بتبقى مكرمشه كده على العيل بمعنى اصح، بتبقى شكلها مش حلو، تحس ان هي قديمه كده. فما بتبقى مكويه بتبقى شكلها احسن واشيك وبيبان شكلها. هنا بقى كان القرع بتاعي خلاص كان استوى، وكان المية اللي فيه كمان نشفت، فانا سايباه كمان على النار. يعني انا هعمل البشاميل بتاعه وسبته كمان على النار، هديت عليه النار طبعا ما بيغلي بتهدي عليه النار يستوي براحته. ف سبته كمان، يعني انا هو استوى معايا خالص، فانا سبته كمان لحد ما اعمل البشاميل. وبعد كده هطفى عليهم بقى الاتنين، وهنشوف هنعملهم ازاي مع بعض. طبعا البشاميل عادي جدا زي البشاميل اللي بتعمليه المكرونه، البشاميل اللي عادي خالص، معلقتين سمنه كبار على قد يعني الدقيقه على قد السمنه. يعني انا ممكن احط 3 معالق سمنه،
واحط 3 دقيق. انا ممكن احط معلقه ونص سمنه او معلقتين سمنه على 3 معالق دقيق. بحب اقلل شويه في مقدار السمنه بحيث ان اللبن اللي معايا كامل الدسم بيبقى يعني على وشه قشطه وكده، فبيلمع الدنيا معايا، وعشان كمان ما يكونش سمين قوي. تمام كده. وساعات بعملها زي ما انتوا شايفين كده. بس في الحلويات ما تستخسريش، يعني حاجه حلوه زي كده لا، احط المقدار المظبوط بتاعك على البشاميل. 3 معالق سمنه 3 معالق دقيق عشان تاخدي تحصلي على النتيجه اللي انت عايزاها. انما المكرونه البشاميل فعادي، الموضوع بيبقى عادي شويه، بحيث ان احنا بنحط مثلا، بحط جبنه مرتزيلا، بحط مبشور من اللي هو الجبنه التركي او الجبنه الرومي، فبتبقى فيها زيوت ممكن تنزل عشان تنزل في قلب المكرونه يعني، فعشان ما تبقاش سمينه قوي معايا ممكن اقلل شويه مقدار السمنه اللي موجوده. وساعات اروح جايبه الدقيق واللبن ومدوبهم في بعض، واروح حطاهم على النار زي المهلبيه كده، واروح عاملاهم وحطاهم على المكرونه. فالمكرونه بتبقى والله هي ممكن تكون ناشفه سنه، بس مش ثمينه. ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده، كل واحد طبعا على حسب راحته. هنا بقى عملنا البشاميل. ما قلتلناش انا حطيت ايه على البشاميل. كل اللي انا حطيته على البشاميل سنه صغيره من الفانيليا ومعلقتين صغننين من السكر، عشان البشاميل بتاعي ما يشربش السكر اللي انا حطاه في القرع، واحس ان هي دلع. تمام كده. طبعا كمية السكر اللي انت عايزة تحطيها على القرع بتاعك ده طبعا على حسب رغبتك انت. انا هنا كنت بدوق وبشوفه مسكر ولا عادب. طبعا هم طالبينه ان هو يكون عادب، فانا كنت مقللة كمية السكر شوية. وزي ما قلتلك كمية السكر دي على حسب طلبك انت. جبت بقى البايركسات بتاعتي، وجبت معلقة سمنة بلدي كده وبالفرشة، ودهنت البايركس بتاعي. وبعد كده بدأت ارص اليقطين بتاعي كده، وارصه واسوي الوش بتاعه. جيت اشوف البشاميل بتاعي لقيته تقل جدا، فعادي مش مشكلة. عندي لبن في التلاجة مكان الولاد، مكان الصبح ما كانش لحق ان هو يسقع. حتى لو سقع البشاميل بتاعي مش سخن ان هو يكلكع مني، ومش بارد يعني، في المتوسط كده. فنزلت باللبن وقلبته بالمضرب السلك كده، وخلاص حصلت على القوام اللي انا محتاجاه. ادي اول بايركس عملناه مع بعض. نيجي نشوف تاني بايركس بقى نعمله ازاي. برضو ده كنت دهناه في الاول كده بفرشة سمنة، وحطيت بقى اليقطين بتاعي او القرع بتاعي، وبدأت ارص واساوي الوش بتاعه عشان احط البشاميل بتاعه يبقى طبقة سميكة كده من البشاميل. انا بحب البشاميل جدا جدا جدا، سواء بقى في المكرونة في القرع، بحب البشاميل جدا. هنا الاولانية كنت عاملاها سادة، التانية بقى هحط عليها شوية مكسرات كده، على مبشور، على شوية حاجات كده بعملها للرز بلبن. انا عملتها معاكم اكتر من مرة. اللي هي السوداني بقى، عندك مكسرات تحطي مبشور، اللي هو الفواكه المجففة. هنا حطيت كمان زبيب. اي حاجة يعني متوفرة عندك ممكن تحطيها. عايزة تعمليها سادة عادي خالص، عايزة تعمليها بالمكسرات برضو عادي خالص، دي حاجة ترجعلك. وبعدين حطيت طبقة من البشاميل كده وغرقتها بشاميل، بحيث ان هي تبقى طبقة محترمة كده. لقيت اتفضل عندي حبة بسيطة كده، حتى كنت ببص عليهم اشوفهم قد ايه عشان ابدأ ان انا اجيب على قدهم. فلقيت الطاجن الصغنون ده، فقلت يلا بقى اما اعمل الطاجن الصغنون ده بقى لاختي كده، هي اللي كانت طالباه، بس هي اللي بتاكله لوحدها، ولادها يعني مش بياكلوه. فقلت يلا ما اعمل لها هي يعني كنت هعمل المره دي لاخويا، والمره الجايه كنت هجيبها واعملها لاختي. فقلت طبعا ما ينفعش اعمل حاجه زي كده وما اسيبش لبيتي. فقلت هي المره الجايه هجيب لها واحده صغيره واعملها لها هي مخصوص وخلاص. فلقيته ان هو قضى، فقلت يلا ما اعمل لها الطاجن الصغير اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا احنا حطينا البشاميل وعملنا كل حاجه. فجبت بقى معلقه زبده كده، سخنتها في الميكروويف وحطيتها على الوش. وطبعا هدخلها الفرن، مجرد بس ما يغلي من تحت هوطي عليه واولع الشوايه كمان وههد عليها، وهدخلهم الاتنين. الطاجن حطيته في صينيه عشان حسيت ان هو محتاج ان هو يدخل في صينيه. وطبعا
وطلعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خد بالظبط 20 دقيقة جوه الفرن. مجرد ما حسيتي ان البشاميل بتاعي استوى وخد لون وريحته طلعت، طفيت عليه وطبعا خرجته. تعالوا بقى ما نشوفه. طعمه كان زي العسل، مش عشان انا اللي عاملاه اقسم بالله، بس طعمه كان زي العسل. هو ممكن يكون عادي بسنة، بس طعمه تحفة. مش عارفة اوصف لكم طعم. انا بحب القرع العسل جدا جدا جدا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.